أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، الدنيا بتتعاش مرة واحدة يا جماعة، وفي المرة دي أنت لازم تركب العربية اللي الناس كلها قلبت الدنيا عليها، العربية اللي الشباب في مصر بيتكلموا عنها، هتلاقي جيتور وراها جيتور تيتو. العربية اللي محدش بيبيع قدها، بس الحياة كلها بقت عربيات جيتور. العربية اللي الناس بتتصور جنبها، جيتور 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 جيتور. العربية اللي بتيجي بأطول ضمان موتور. رحبوا معايا بالتيتو من جيتور. عارف في حد اسمه رامز جلال بيقلدني، مش مهم، خلي الناس تاكل عيش. حبيبي يا نجم، تخيل جيتور قلبت الدنيا ازاي، بس دي بقى غير اي جيتور انت عرفتها، دي التيتو الاي دي ام. يا جماعه دي حلم الناس كتير قوي دلوقتي. أنا عايزة جيتور تيتو IDM. بس كده احنا عنينا والله. صحيح. ايه بقى قصه الاي دي ام دي؟ التيتو يا سيدي لما جت مصر كانت 185 حصان، ناس كتير كانش عاجبها الموضوع، انا مش فاهم ليه. طب انت اشتريتها؟ لا. طب انت جربتها؟ لا. طب خدت بيها لفه حتى؟ لا. امال بتعترض على ايه؟ بعترض وخلاص. اصل العربيه في الخليج بتنزل 2000 سي سي 265 حصان. طب خد عندك بقى، جيتور في مصر دلوقتي اقوى من الخليج، 385 حصان. مصر ام الدنيا برضه. 385 حصان و610 نيوتن متر، دفع امامي للعجلات. دي بقى مشكلتي، كان نفسي في دفع كل للعجلات، بس تكاليف هتزيد، بس مش مهم، المهم ان مصر اقوى من الخليج برضه. القوة دي طلعت من موتور بنزين وموتور كهرباء، العربية دلوقتي بتحط لها بنزين من هنا وبنشحنها من هنا، فناخد أداء خرافي ونمشي بيها لحد 1200 كيلو بالتفويلة لوحدها. أبحاث وتجارب كتير اتعملت على العربية دي، ناس تخش بيها في حيطة ويا دوبك بس الكبوت هو اللي يتني، ناس تعمل حادثة ويا دوبك بس الاكسدام يتكسر والعربية التانية هي اللي تتدمر، ناس تدخل بيها في نص المية والعربية تطلع ولا الهوا. أنا لسه عامل بيها حادثة دلوقتي والعربية حتى ما حصلهاش خربوش واحد، دي حادثة بالاي اي، هتضايق كده. عربية دخلت قلوب الناس وحيرت صناع السيارات، لدرجة إن الناس مش متخيلة هي الشركة دي لما تعوز تعمل لنا فيس ليفت هيبقى عامل إزاي، إذا كان هي حلوة كده مش محتاجة نلعب فيها. النسخة الجديدة من التيتو بقى فيها أداس كامل وجنود أكبر وسمارت ووتش، بنتحكم في كل تفصيلة في العربية عن بعد، وكل اللي كنت بتحلم بيه وناقصك بقى موجود. جيتور بأطول ضمان موتور، ضمان 10 سنين أو مليون كيلومتر، بضمان القصراوي. كتير أوي مليون كيلومتر دي، جدع خلصهم بقى. استنوني في الريفيو الكامل اللي بنقول فيه عيوب ومميزات التيتو الجديدة، وكان معاكم محمد الباشا، سلام.